السلام عليكم يا فراولات، وبسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم بي رب العالمين. ما تنسوش كده تصلوا على سيدنا النبي، وبذكرك ان انت كمان تحط لايك عشان عارفة ان انت بتنسي. طبعا النهاردة في فيديو جديد، وفيديو ان شاء الله حماسي جدا، في تفاصيل كتيرة جدا، هنعمل فيه حاجات كتيرة جدا. تقريبا هنفرش الحمامين. ابتديت الاول بالحمام المستر، الحمام الكبير، وده في الطرقة عندي. فده الحمام بقى اللي هو ايه، حمام الشاور، يعني زي ما بيقولوا حمام الاستخدام بتاعنا احنا. وهنعمل كمان حمام الضيوف. النهارده بقى ايه، فيديو الحمامات زي ما بيقولوا. طبعا انا بشوف كل كومنتاتكم وبشوف لايكاتكم الحلوه اللي بتشجعني بصراحه، وهي اللي بتهون عليا والله العظيم. مش انا اللي بديكم طاقه ايجابيه خالص، ده كومنتاتكم دعواتكم ويعني حاجات كتير انتوا اللي بتساعدوني فيها وبتحمسوني ان انا اقوم بسرعه اصور واعمل شغلي واعمل مونتاج. طبعا يعني انا مش قادره اوصف لكم قد ايه ان الموضوع مرهق جدا. انا على فكره كان زماني خلصت لولا التصوير والله العظيم، يعني انا لو بره التصوير انا كان زماني خلصت الموضوع كله، والبيت كله كنت خلصته. لكن طبعا انا بضطر ان انا اعمل لكم حاجه واصورها لكم علشان الموضوع ما يبقاش دوشه ويبقى الموضوع مرتب. ده رقم واحد. رقم اتنين، طبعا بضطر ان انا اقعد علشان اعمل مونتاج، وان انا اظبط الدنيا وارفع الفيديو. ف يعني الموضوع بياخد مني مجهود كبير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت بشوف طلبات عيالي، وفي نفس الوقت بشوف اللي ورايا، وبنفس الوقت بشوف انا لو عايزه اعمل حاجه بعملها. فالموضوع صعب جدا، زائد ان انا بقى طبعا بغسل وبنشر، يعني بعمل 50,000 حاجه. الموضوع مش موضوع تصوير، او الموضوع مش موضوع فرش. انا ما بفرش كده وخلاص، انا بلمع كل حاجه. اي نعم الشقه يعني جديده وكل حاجه ومتشطبه، بس طبعا في مطرح بصمات، مطرح ايدين العمال، مطرح ايدين اللي دخلوا الحاجه، مطرح اللي كانوا بيعلقوا حاجه، ففي بهدله بقى في كل حته، فبضطر ان انا المع كل حاجه. طبعا هنا برضو المراية قلت بقى ابتدي بيها، ابتديت اول حاجة بيها هي، فلمعتها. بصراحة انا كنت هستسكى ورشيت كده بالملمع، وقلتها بالمساحة بقى شيء ما ينفعش، فقلت بلاش استسكاء بقى، عشان يعني انا مخي بقى ضيق اليومين دول. فقلت لا، بالمندمال والمناديل. طبعا انا ما قدرتش ان انا اطول اللي فوق قوي، لان هي المراية اعلى مني بكتير، فروحت برضو بالمناديل حطيتها على المساحة، وجبت الجزئيه اللي فوق دي، فالحمد لله عرفت اطولها، لمعتها طبعا وخليتها زي الفل. طبعا احنا يعني في تفاصيل كتير هنشوفها مع بعض، وحاجات كتير قوي هنعملها مع بعض، بس خليني برضو ارد على بعض الكومنتات اللي انا بشوفها. منها الكومنت بتاع او يعني اغلبكم كانوا بيناقشوني في موضوع انبوبة الغاز، ولا لا 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 ده احنا عندنا ارخص بكده بيكتب، فيش الكلام ده. انبوبة اللي ب2000 ونص وب3 ونص، فيش الكلام ده. لا 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 لا، احنا عندنا ارخص، ده الاسعار دي مش موجودة، ده بتضحك عليك، ده كتير. انا عايزة افاجئكم ان اساسا انا ما سألتش وما سكتش مع دي، بس يعني يا جماعة بعيدا عن سعر الانبوبة، انا اساسا مش عارف استخدمها، ده رقم واحد. وبعدين انا ايه اللي يخليني ادفع 3000 ونص، ولا يا ستي ادفع 2000 جنيه وبعد كده خلاص شكرا بخ انا مش عايزه الانبوبه؟ يعني ما هو حرام برضو عليا، ما هو ده برضو حرام، ما هو ما يرضيش ربنا. انا عارفه ان احنا هنتبادل اليومين دول لحد ما الغاز يحن علينا وييجوا يعملوا معاينه، وبعد المعاينه ما اعرفش يعملوا معاينات تاني، وبعد كده ندخل بقى في قصه التركيب والتوصيل. هو العماره كلها اساسا فيها غاز بالفعل، لكن هي الشقة اللي انا فيها بس كان صاحبها لسه ما كانش دخل الغاز. فلما احنا يعني جينا وكده خلاص، يعني قلت بقى خلاص ندخل الغاز، بلاش انبوبة. هي دي الفكرة. وبعدين يا جماعة الفكرة الانبوبة، انت مش تبقي محتاجة انبوبة للبوتاجاز بس، انت تبقى محتاجة انبوبة للبوتاجاز وانبوبة للسخان. اعتقد يعني مش كده ولا ايه، ولا انا غلطانة؟ فاعتقد احنا هنحتاج انبوبتين مش انبوبة واحدة. فده غير الاستبن، فانت تشتري كام انبوبة؟ يعني بتتكلموا ازاي؟ هتقولي طب ما هتسخني، ما هو استهلاك، يعني استهلاك. انت استحالة تشتري انبوبة واحدة، يعني ايه استحالة؟ لازم يكون معاك استبن، لازم يكون معاك استبن، فتضطر تشتري 2. فيا جماعة يعني صعبة شوية، صعبة. وبعدين انت هيبقى كل حملك عليها،
الشاور معرفش ايه الاكل الشرب والتي. يعني انا معرفش يعني استخدم ميه من حنفيه دي ابدا في الشاور، استحاله. يعني لازم تكون ميه فتره، ميه دافيه. ما اقدرش اشهق وروحي تروح مني. فدي مشكلة عندي، يعني دي مشكلة ما اعرفش ايه مصدرها والله، بس دي مشكلة عندي. وكمان عيالي نفس الوضع. فبضطر بقى طبعا اشغل الكتل، وبضطر ان انا مش عارف ايه. فبرضو يا جماعة يعني انتوا فاهمين انا بتكلمكم في ايه. بعيدا بقى عن ان الناس شايفة ان السعر الانبوبة لا مبالغ فيه، ولا هاتيها من هنا. يا جماعة ده هنا وهناك، ده الاسعار. انا عايزة اقول لكم ان احنا ساعة ما نعمة اختي كانت بتتجوز، الكلام ده من سنة، عايزه اقول لكم ان والله العظيم والله العظيم ماما جايبه لها الانبوبه ب2000 ونص، وسالنا عليها طوب الارض هنا وهناك وفي المستودعات، وما سيبناش مكان لما سالنا فيه. وكانت ب2000 ونص. ماما جابتها من 2750، كان ما كانتش بتقل عن 2800 2750 لحد ما لقيناها 2000 ونص. راحت يعني ماما جايبه لها طبعا. مش فاكره جابت لها انبوبتين تقريبا ولا ايه. فالوضع غبي يعني انتوا فاهمين. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا نعمة اختي والله كانت تديني واحده وانا قلت لها لا، وفي نفس الوقت هي على ولاده، فعشان برضو ربنا يقومها بالسلامه تبقى محتاجه الانبوبه. عزايم بتاع السبوع كان يماني ربنا يا رب ادعوا لها بالله عليك، احسن هي تعبانه قوي يا حبيبتي، ودول الايام بتوعها بقى، فتعبانه بشكل مبالغ فيه. فده بالنسبة لقصة الأنبوبة يا جماعة. أنا سألت في فيصل، سألت في المستودعات هنا وفي فيصل وفي كل حتة، ده سعر الأنبوبة. فخلصنا يعني. عشان في ناس بتقعد تقول لا مفيش، يعني ايه مفيش الكلام ده؟ انا مش هكذب، انت فاهمه. ده رقم واحد. رقم اتنين، عادي انا مش يعني هتصرف. انا قلت قبل كده في الفيديو اللي فات ان انا همشي على قد الامكانيات المتاحه ليا، فانا ماشيه على قد امكانياتي دلوقتي، لان انا مش هقدر بصراحه ان انا اتغرم واجيب انبوبه ان شاء الله لو كانت ب2000 جنيه. انا مش هقدر ان انا اعمل كده. ومصاريف شديده يعني، اوفر كده قوي، كده اوفر قوي. فلا انا همشي بقى على قد الامكانيات وعادي يعني، ربنا يحلها. فده بالنسبة للقصة بتاعت الأنابيب وبتاع. في ناس طبعا قالت هاتي يا زيزي في بوتاجازات مش عارف ايه بشعلتين وبيشتغلوا غاز وفيها، ما هو بكام برضو يعني، ما هو بكام وبعد كده هركنه. فاهمين برضو؟ ما هو يا جماعة هي الفكرة مش في الحل المؤقت، هي الفكرة بقى في ان انا همشي على القد اللي موجود وخلاص. يعني لو على اللقمة نقضيها بقى نواشف فخلاص، جبنة رومي، لانشون، تونة، اي حاجة من الحاجات المتاحة والله المستعان. فاهمين الفكرة؟ يعني بحاول ابسط الامور، فما تصعبوهاش انتوا عليا بالله عليكم. كان في برضو حاجات كتير وقعدتوا تناقشوني فيها، زي ما تجيبي حد من اخواتك. في واحدة قالت نفس الكومنت ده، مع ان انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. انا اخواتي، اختي الكبيرة تعبانة جدا بركبتها وفي مشاكل صحية ومش قادرة تقف على رجلها. ده رقم واحد. رقم اتنين، اختي الصغيرة على ولادة، ده خلاص خلصنا من الموضوع ده. رقم تلاتة، اختي اللي بعدية على طول هي بتوضب مع اختي اللي هي هتولد اساسا شقتها، علشان اختي مش قادرة تعمل اي حاجة لان هي تعبانة جدا. مش تعب حمل بس، او تعب ان هي داخلة في مرحلة الولادة، لا ده تعب ان هي عندها مشاكل للأسف في الظهر، ودي مشاكل من زمان جدا عندها. وطبعا مع الحمل فالموضوع ضغط عليها بزيادة، فالألم صعب جدا، فالله يعينها ويفك عليها ان شاء الله. فطبعا يعني هطلب مين بقى؟ معلش يعني لا، انا هطلب الله عز وجل وهو هيعيني ومستعينة بيه، واديني بتسلى يعني. مرهقة تعبانة وبتاع، بس انا بتسلى. بالله عليكم انتوا مش متسليين؟ انا مسلياكم والله. فادعوا لي دعوة حلوة، ربنا يعيني ويقدرني ويرضيني في صحتي وفي كل شيء انا بعمله. وبصراحه يعني انا بتسلى، بقعد ابقى مشغله كده قران، وبقعد اتسابق مع سوره البقره، وبشوف سوره البقره مثلا هي بتشتغل، وبشوف انا مثلا خلصت يعني حاجه قد ايه. مثلا انا دخلت اوضه اروح مشغله سوره البقره مثلا، فبشوف بقى انا سوره البقره خلصت، انا كده خلصت ايه، طب كويس انا انجزت. وبحس ان يعني مؤخرا بقيت احس ان القران بيخليني اتشجع اكتر واتحمس اكتر واخلص الحاجه اسرع.
عن ان انا اشغل اغاني. معرفش يعني الموضوع ده انا بجد بقيت احسه، مش عارفه حد بيحس كده زيي ولا ايه، بس انا فعلا بقيت احس ان القرآن هو اللي بيشجعني اكتر، وبحس ان انا يعني ايه ببقى متسليه جدا كمان. كتر التردد بتاع الصوره اللي انا بشغلها مثلا، بلاقي نفسي عارفه بقول معاه مع الشيخ، انتوا فاهمين؟ فببقى مبسوطه جدا. يعني انا حتى قلت لكم قبل كده، انا اوائل سوره البقره انا حافظاها. يعني بحب بقى اردد معاهم وكده، وبعد كده بشوف بقى ايه الايات التانية اللي انا مش حافظاها، وبقعد بقى ايه طبعا مع كتر التكرار وان انتي بتسمعي. انا بحب سوره البقره جدا، بحب سوره يوسف جدا جدا جدا. في ايات كده يعني انا دايما لازم اشغلها، وكل يوم بحب اشغل سوره البقره. ممكن الصبح وبالليل اشغلها، علشان انا بشتغل بالصبح وبشتغل بالليل. بس يعني ده بمناسبة اخواتي، وبمناسبة مش عارف ايه. ناس كتير قالوا لي زيزي خلي طنط تعمل لك اكل ومش عارف. طنط مش في البيت، طنط سابت البيت وطفشت. لا طبعا بهرج معاكم. زي ما قلت لكم نعمة اختي تعبانة جدا، فطبعا فاكرين ساعة ما كنت بولد، طبعا خليت امي تيجي تقعد معايا ان انا تعبانة وخايفة وبتاع، خايفه يحصل لي اي حاجه وانا ابقى لوحدي. فماما طبعا خليتها تيجي تقعد معايا، فنفس الوضع يعني. دي ازازه بوريلكم ان هي لقيتها مكسوره، فنعمه اختي نفس الوضع طبعا، ودي اول ولاده ليها، فطبعا ماما راحت لها، فماما قاعده معاها دلوقتي في بيتها. فطبعا نعمه اختي ساكنه بعيد جدا، فماما مش في البيت. فهمت القصه؟ واحنا خلاص بقى انا يعني قاعدين في البيت في الشقه هنا. فخلاص يعني كل واحد بقى قاعد في بيته. فاهمين الفكره؟ انا عايزه اقول لكم ان انا حتى اتفاجئت، لان انا لما كنت العيال كانوا جايين وكده، هم لموا لي الحاجه. انا اتفاجئت ان فاكرين السباركل الكونديشنر ومش عارف، لقيت يعني ماما لما كله، ما اعرفش ماما ولا نعمه ولا، لان كان ساعتها نعمه عندنا ولا وعد، انا والله ما اعرف مين اللي لم، بس انا لقيت كل حاجه. حتى قلت يا نهار اسوح، البلسم محطوط. طب ما يا ماما افتكرتش تحطي لي حاجات الغساله بالمره؟ يعني ده طرده معفنه. انا عايشه اطرد ولا في ايه يا جماعه؟ مش كده والله العظيم، الاحساس حلو. قعدت اضحك والله اول ما شفته، اتصدمت. بس اكيد دي حركه وعد بنتي دي، لان متهيالي انا مش عارفه يعني. نعمه اختي قالت لي يا زيزي انا لميت لك بس حاجه الشغل بتاعتك، عشان انا خفت حد يكسرها، فانا رحت لمها لك. طبعا هنا بقى كانت عهوده صحيت، فقلت لها كني بقى كني في اي حته، مش طايقه نفسي مش طايقه نفسي يا اختي. المهم يعني، فقعدت بقى ايه ارص واشوف. طبعا انا مش هرص بالشكل النهائي زي ما اتفقنا، احنا بنحط بس كل حاجه تبقى مكانها، بحيث ان انا اروق الدنيا، يعني اروق الدنيا من حواليا، لان انا هلكت فعلا. فالله المستعان، انا مستعينه بالله. انا نفسي اخلص بقى يعني، عارفين انا نفسي اخلص والله العظيم. تعبت جدا وهلكت وخلاص يعني مش قادره. طبعا هنا كبنت الشاور، ابتديت بقى ان انا حطيت كده بوله كبيره، وحاطه فيها اللي هي البوله بتاعه الحمام دي، وحاطه فيها بقى ايه جنرال، وحاطه فيها شويه ميه تلميع بس، يعني تلميع، هي الدنيا نظيفه بس تلميع بس لو في ترابه ولا حاجه كده كده بميه، عشان انا لما احط الميه ايه تزحلق اي حاجه. فاهمين الفكره؟ لكن هي كل حاجه نظيفه بصراحه. بس ايه يعني قلت ايه حنتفه مش اكتر ولا اقل. فاهمين الفكره؟ بس فاخدت كمان كابينه الشاور، وهدعك برضو الارضيه بتاعت كابينه الشاور عشان تبقى ايه الدنيا نظيفه. فبحيث ان هو ايه خلاص انا حطيت كل الحاجه اللي انا عايزاها احطها في الحمامات، انا حطيتها. فاهمين يعني؟ فاهمين انا عايزه اوصل لكم اللي هو انا يعني بحاول بقدر المستطاع ان مثلا اوضه دريسنج في، انا يا لهوي على اوضه الدريسنج ده، انت هتشوفوها، اصبروا عليا بقى في الفيديو بتاعها، شكلها مرعب يا جدعان. على بعضها انا عشان ادخل اوضه الدريسنج دي دلوقتي انا بلعب باليه، بقيت العب باليه، وتلاقيني طالعه ونازله وشد يا الحاج بقى، اللي هو ان عرفتي تخش بقى، وبخش بكون اتشرحت عقبال ما ادخل، رجلي اتشنكلت في معرفش ايه، واتخبطت في ايه، وايه اللي كحت فيا، وحاجه نكد كرب. المهم يعني الحمد لله كله هيعدي وكله هيخلص وكله هيبقى زي الفل ان شاء الله.
طبعا ابتديت ان انا احط الحاجات اللي هي يعني البنات تقدر تطولها قريبه منهم، وحاجتي انا بقى هرميها فوق. طبعا حطيت لهم بقى الكونديشنر، الشامبو، ما اعرفش ايه، الشاور جل، الحاجات بقى اللي هم ايه، الشاور جل ده للجميع يعني، فاللي هو حطيته تحت علشان برضو هم يقدروا يطولوا. اما حاجتي انا بقى حطيتها فوق كده، يعني حطيت حاجتي فوق كده، الحاجات بتاعت كلاري، الشامبو بتاع القشره بتاع راسي، مش عارف ايه، السكراب بتاع ايدي، وحطيت برضو ازازه شاور جل. انا عايزه اقول لكم اوعوا تجيبوا شاور جل من بابلز، لان بجد بشع مقرف، بجد بجد بجد. انا جربت كل روايح الشاور جل بتاع بابلز معفنه، يا نهار ابيض بجد، تحس ان ميه تقيله، يعني ميه تقيله فيها ريحه. عارفين انتوا الاحساس ده؟ حاجه مخففه كده، ريحتها وحشه قوي. بعد كده بقى طبعا انا مكنتش عارفه طول الشباك، وانا كنت لازم اعمل الشباك من بره، لان كان عليه تراب كتير قوي وما كانش نظيف، والميه ما نزلتش التراب ده لازق فيه، فكان لازم ان هو يعني يدعك، فاهمين؟ فانا مش عارفه اقف فين، يعني خايفه اطلع على الكرسي بتاع الحمام الاقي نفسي جوه الكرسي، يعني فاهمين؟ بس الحمد لله الحمد لله طلعت، ولقيت ان الموضوع متماسك ويعني تقيل، مش يعني البلاستيك بتاعه نظيف تقيل. طبعا هنا بقى بالدوش ابتديت بقى اللي هو ايه، اتصرف واغسل بقى الايه البتاع اللي هو الشباك، وكنت بشطف بيه بصراحه كل حاجه، لان الخرطوم بتاع الشطاف ده قصير، فما ما بيتشدش وما بياخدش ويدي معاكي. هنا برضو بصوا زي ما قلت لكم، يعني الحته اللي نطفت اللي انا دعكتها، فلقيت ان هو لازم بقى ان انا اطلع ادعكه، فطلعت دعكته، وبعد كده هبتدي اشطفه. بص طبعا في فرق، يعني كده افضل بكتير. بس فطبعا غسلته، ببساطه ان انا غسلته بصراحه، حسيت بارتياح كده لما اتغسل. ما تنسيش اللايك، اديني بفكرك تاني، يا ريت تبصي كده، لو انت ما حطيتيش اللايك حطي اللايك، ولو انت ما بيجيلكيش نوتيفيكيشن مني فعلي الجرس وحددي لي الكل، عشان اي حاجه هنزلها توصل لك على طول. وما تنسيش تدعي لي دعوه حلوه، عشان الملائكه هتقول لك ولكن مس ده كده كده. بعد ما خلصت الحمام الكبير دخلت على طول على حمام الضيوف، ومش هدخل فيه حد اساسا، كده هو كده. ده حمام الضيوف يا ولاد، طبعا بصراحه لذيذ قوي ولطيف وصغنون كده وكتكوته، وهو على قد قضاء الحاجه ده، لو خليتكم تجدوها عندي اساسا. اللي انا شفت ده والله ما دخل حد. والله ما دخل حد، بس محدش ساعدني يا اختي، محدش ساعدني ادخل حد عندي ليه ان شاء الله. المهم خدت لكم بقى الحمام، ورك. طبعا انا كان ممكن ان احنا ندلق ميه على البتاع، بس انا ليه ما دلقتش ميه ولا في الحمام الكبير ولا في الحمام ده، عشان في حضرتك ليد، في بروفايل ليد في الحمام الكبير ورا المرايه، وفي اللي هو زي اللي انتوا شايفينه في المرايه ده، فطبعا ما كانش ينفع ان انا ادلق ميه، فهمتوا الفكره؟ فعشان كده انا ما دلقتش ميه نهائي. بس فهي دي فكرة ان انا ما دلقتش ميه، فطبعا لازم يتلمع بمناديل او بفوطة، يعني ما بفضلش الفوطة، علشان الفوطة بحس ان هي بتطلع اللي هو اسمه ايه ده، الوبر بتاعها في قلب المراية، فبتضايق. لكن المناديل على طول هترميها، انتوا فاهمين الفكرة؟ هنا الحمام بتاع الضيوف حسيت حبيت ان انا يعني ما حورش فيه كتير، الموضوع ما فيهوش اي تفاصيل، انا بس هحط فيه شويه مناديل بتاع ممكن بعد كده يتحط فيه الاستوكات، بس يعني الاستوكات الخاصه بالحمام، فاهمين الفكره؟ وممكن والله اخلي يعني كل استوكات في حمامه يعني عادي، بس هي الفكره كلها في ان انا كنت حابه ان انا اخليه لطيف بسيط. طبعا انا هنا حطيت المنظم ده، وهو منظم قذر وحش جدا، بس يعني قشطه، احنا قلنا ايه، هنمشي بالموجود، مش هنعقد الدنيا، انا مش عروسه حضرتك، فعادي يعني، ده بيت اسره، يعني الموضوع مش محتاج افتكاسه، فاهمين الفكره؟ وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم انا مش هخلي اصلا حد يدخل الحمام ده، لان ده حمام اساسا للضيوف، وانا مش هدخل حد عندي بقى عشان انا زهقت. انا محدش يساعدني، فانا مش هدخل حد، انا اسفه، اي حد يجي بقى يشخلل عشان ان انا حتى بس ادخله الحمام ده. المهم انا قررت ان زي ما قلت لكم هخليه حمام يعني في بساطته زي ما هو بسيط، فانا حطيت فيه بصراحه المنظم ده، لاني مش هحط فيه حاجات كتير، كده كده انا مش هحط فيه حاجات كتير، هو يا دوبك بس مناديل تواليت، وممكن احط فيه كام فوطه تنشيف على الوش كده، لا اكتر ولا اقل، يعني دي الحاجات اللي ممكن احطها فيه.
وفي نفس الحمام الكبير برضو هعمل نفس الموضوع. هنبقى نشوف بقى الشكل النهائي يعني، بس مش دلوقتي. يعني انا بس بوريكم الافكار وانا هعمل ايه والاساسيات بتاعته هتكون عامله ازاي. لا يعني بص، انا مش عايزه اعقد الدنيا، يعني انا ماشيها ايه واحده واحده تاتا تاتا كده ببساطه. هو الحمام اساسا زي ما قلت لكم على قد قضاء الحاجه، لا اكتر ولا اقل، يعني ما فيهوش دش او لاستخدام شاور او حاجه من الحاجات دي. وفي نفس الوقت هو يدوب حوض لو حد هيغسل ايده يتوضى، وكرسي الحمام وبس كده. المرايه خلاص، الحمام انتهى يعني. وهو حجمه لطيف، مش ضيق قوي، لا حجمه حلو ولطيف. تبقي واقفه فيه براحتك يعني، انتوا فاهمين. ابتدي انا مش عارفه بصيت للكاميرا كده ليه، انا نفسي اتخضيت لما في ايه يا بنتي ملبوسه. فعادي عادي، انا ببص عشان اوقات الكادر هو بيتتبع الحركه، ف يعني اوقات بيظلل كده، فاهمين. او بحب الحركه دي قوي يعني عامه. المهم ابتديت بقى ان انا اظبط غسلت الحوض، غسلت كل حاجه. وطبعا هو كرسي الحمام اساسا نظيف لان هو ما استخدمش، ما حدش استخدمه يعني، فبالتالي غسلت من بره بس، وهو اساسا نظيف يعني ما فيهوش اي حاجه. وابتديت ان انا اشطف بقى كل حاجه، وبرضو هدعك الارض بحيث ان برضو الدنيا تبقى نظيفه. احط بقى ايه شويه ديكورات كده. طبعا الدنيا هنا نظيفه، فخلاص يعني ما عملتش حاجات كتير، ما خدش مني مجهود بصراحه يعني. هو ما خدش مني مجهود، نشفت بس كده ايه شويه ميه ايه في قلب الحاجات دي، المنظم نفسه نشفتها بس. وهبتدي بقى ان انا احط الحاجه بتاعتي. طبعا بعد كده ان شاء الله بقى هبقى احط الايه حاجه منظفات مثلا خاصه بالحمام ده احطها، مش عارف ايه كده يعني. حطيت برضو كام بكره مناديل هنا علشان يعني ده يبقى دي المناديل بتاعته. ما اروحش بقى جايبه مناديل من جوه، لا خلاص انا عارفه ان الحمام ده هو بمناديله والدنيا تمام. حطيت شمعة وحطيت اللي هو الجاز بتاع جليد. في برضو حد قال لي زيزي خلي بالك جليد ده جاز وحش جدا، ده مش عارف ايه، ده انا عمل لابني جيوب انفيه. اولا انا معرفش انتي استخدمتيه ازاي الحقيقه، بس هو في ناس عندها جيوب انفيه عادي، وفي ناس بتبقى طبيعيه وفجاه بيجي لها جيوب انفيه، ده عادي مش شرط من الجهاز على فكره، ممكن من عوامل الجو. في ناس في الشتاء الجيوب الانفيه عندها بتتدمر، وفي ناس في الصيف الجيوب الانفيه عندهم بتتدمر. وفي ناس لو في اتربه، لو في مش عارف ايه او روايح الجيوب الانفيه برضو بتشتغل عنده. فهو ملهوش علاقه يعني، هو مش من سبب واحد، انت فاهمه. فانا ما اعرفش انت الحقيقه بتستخدميه ازاي، انا بستخدمه بقالي سنين والحقيقه ما شاء الله. اصل انا مش ماشيه ارش جنب انف الاولاد، انتوا فاهمين يعني، هو محطوط بعيدا عن اوضهم. ولو هعطر الاوض ولا حاجه بعطر الاوض وبيخش الباب بيبقى مفتوح، فالموضوع بيبقى ريحته لطيفه هاديه، مش الريحه اللي تاذيكي، فاهمين الفكره. فنفس الوضع البخور، مش ببقى مقعداهم جنب البخور او البخور شغال في المكان اللي هم فيه، بيبقى بعيد عنهم جدا، مجرد ريحه طالعه ريحتها حلوه جدا، ريحه طيبه لا اكتر ولا اقل. فانا ما اعرفش الحقيقه انت كنت بتستخدمي الجهاز ازاي، انا ما اقدرش اعيش من غير معطرات، ولا معطرات جو، ولا معطرات مفارش او بخور، ما اقدرش يعني. انا بحب الروائح الطيبه عموما، انا لو شميت ريحه مش لطيفه بطني تتنفخ، القولون يتعصب عندي، مش عارفه ازاي بس هو ده اللي بيحصل يعني. ببقى متضايقه جدا وبتاذى اذى وحش جدا لو ما شميتش ريحه طيبه على طول. بس فبعد كده بقى شطفت الارض وهرجع بقى طبعا كل حاجه مكانها بشكل بسيط كده. وحسيت والله ان هو تصدقوا على قد كده، على قد انه انا ما بحبش المنظم ده، بس حسيت ان هو لايق يعني، لايق على الحمام جدا ومدي والله لطيف. يمكن هو لو اتحط في الحمام التاني ممكنش هيبقى لايق كده، التاني لايق مع الحمام التاني، لكن ده لايق هنا الحمد لله. طبعا انا كنت قايله لكم هجيب ده وسات مش عارف ايه، مش وقته خالص لان الوضع لا يسمح الحقيقه. فانا حطيت بقى من اللي عندي، وزي ما قلنا هنمشي على قد الامكانيات، وربنا يبارك لنا في كل شيء ويبارك لكم في كل شيء يا رب. وهو ده المنظر النهائي. قولوا لي طبعا رأيكم، وهقول لكم السلام عليكم.